افط بالوجع واشوف البخت زن غيان. غيان بين وافط بالوجع واشوف البخت زن غيان. فاكرة يا فاطمة؟ فاكرة طبعا، لما جينا ندق واحدة هنا وواحدة هنا واللي عدانا ان الفلوس ما كانتش كفاية. كان شكلكم هيبقى حاجة تانية. انت زمانك دلوقتي دكتورة في ده. عين سودة نظراكي وشايفاكي، حزاكي ولا قبلاكي، عينها رضية نظرتها كما الحية، تفحر وراكي ببراك عشان هتفرق بينك وبين خليلك، ولو انك جنوعة وراضية بقليل. منصورة منصورة يا دكتورة، منصورة يا حلوة يا عصفورة. أنا كويس بوجودك. لما حوش المهر. طيب خد عشان تحوش المهر. أنا محوش المهر وجاهز. أهلا وسهلا. طبعا يا ست فاطمة، ما دام الدكتورة بتفسحك مين هيعرف يكلمك؟ هو أنت ليك فيها إيه فاطمة بقى؟ كلها كام شهر وهتبقى بتاعتنا. ما أنت كمان هتيجي مسرح. يا خبر، ده احنا اتأخرنا قوي على أخويا صابر. الله، هو فين؟ هو بيسيب الغيط أبدا. احنا هناخد له أكل وهنتغدى معاه. ما تيجي معاهم يا سي عبد العليم وتاكلوا لقمة كده انتوا الأربعة. كده؟ طيب اشتري لها آخر شوية حاجات وحصلها. موافقة يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. يلا يا شنواني، ده احسن الوقت راح. خد ياخد عدوك وينولك مرادك، قول ان شاء الله. ان شاء الله. امسك الحجاب في ايدك الشمال وادخلي على عدوتك برجلك اليمين، ايدي الكيادة وتقصفي العين الحسادة، قول ان شاء الله. السلام عليكم يا معلم زكي. اهلا اهلا يا حاج، اهلا وسهلا، دي خطوة عزيزة. اهلا. بكم المتر من ده يا معلم زكي؟ الغالي يرخص لك يا حاج. اشكر يا سيدي. لا اللي يعجبك والحساب وصل. البضاعة وصاحب البضاعة تحت امرك يا حاج. طيب وريني الحتة المعلمة اللي عندك هناك دي. امرك يا حاج. السلام عليكم يا حاج علوان. اهلا 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 جار الهنا. انت عارف انا بقالي كم ساعة وانا بدور عليك. خير ان شاء الله. لا والله حكاية كده يعني. اتفضل يا شيخ مبارك. لا شوف الاول المعلم زكي وبعدين. لا زكي مين؟ نشوف موضوعك الاول وبعدين نفكر. اتفضل يا شيخ مبارك، نتكلم واحنا قاعدين نشرب الشاي. القماش يا حاج. بعدين.
الشارع عشان تركننا جنبك، لكن احنا اللي جايين الاول. هو ما عشان يفتحونا في المجرى بتاعهم، هو احنا اللي جايين الاول. يلا ماشي الاول، يلا ماشي الاول. خلونا نشوف شغلنا، كل واحده بدور، ما عنديش خيار وفقور. السلام عليكم يا عليوه. ايه ازاي الحال؟ كل خير يا سعد العليم. اصل السوق النهارده والدنيا زحمه والواحد دماغه اتقلبت في الصبح. ما تلحق يا عبد العليم، عليهم مش عايز يمشيه، ده احنا اللي واقفين من الاول. شايف يا سعد العليم؟ على كده من طلعت الشر. بس كلكم هتمشوا. المهم يا عليوه انك تمشي الناس بتوع بره الشيخ مبارك الاول، دول ضيوفنا ومشوارهم ابعد. بقى دي المسألة المهمة اللي خلتك داير تلف عليا من طلعة الشمس. ايوه يا سيدي، ولا عبد الله ابو سعده. والفرح الكبير هيتم بجواز الباشمهندس من الست فاطمه. وسي عبد العليم من الدكتورة. اشمعنى بقى؟ انا مصمم على الجوازة دي. خلاص يا رجالة، انا موافق. ليكوا عليا ابعت لابوها ونقرا فتحتها الليله. نقراها دلوقتي ولما يجي ابوها يحلها ربنا. يا سلام، ده انت مستعجل قوي. وهو كذلك. نقرا فتحتها دلوقتي. الكوبري عاوز تصليح. خلاص نبعت نجيب النجارين يشوفوا ايه المطلوب. صابر ابني بيقول ان النجارين مش كفايه، واحنا لازم كلنا نشترك في التصليح. اللي يشوفه صابر مستعدين نعمله. يبقى بقى نتفق على يوم نلم فيه الرجاله وهو يدلهم على اللي يعملوه. احنا كلنا معاك انت وصابر. خلاص صابر يشرفني الليله. وابنك كمان لازم يكون حاضر. طبعا عبد العليم لازم يكون له راي. صابر وعبد العليم والرجاله كلهم لازم يرجعوا الكوبري زي ما كان قبل ما يقع المحظور. يا باشمهندس، الست الدكتوره والست فاطمه وصلوا. ليش يا شنواني من الناحية الثانية؟ عامله لنا ايه يا دكتوره؟ دي خالتك اللي طبخ مش انا. الحمد لله، ضمننا اكله كويسه قوي النهارده. يعني لو ما كانتش صبريه ما كنتش شفتك. ها يعني ما بتشوفوش بعض كده ولا كده؟ ابدا، نساليها. صحيح يا فاطمه؟ على كل حال فاطمه قالت لي على كل حاجه. لحقتي؟ شفت بقى، اديك وقعت بلسانك. انا ما قلتش حاجه. امشي الوقت. بنت يا بهان، مش عيب تقولي كده على اخويا؟ هي كده بهان، غاويه تنبط على كل مخلوق شويه. بكره مش هتلاقي حد غيرك تنبط عليه. تقدر والنبي ما كنت الا ايه ولا حاجه. يبقى يحلها ربنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا اهلا مرحبا. ماليش دعوه، اختك هي اللي صممت اني لازم اجي اتغدى معاك. خير كتير، بس اعملها انت كل يوم. ايوه يا اخويا كل يوم. ولا يا ست فاطمه؟ الحال من بعضه يا عبد العليم. يلا بقى شدوا حيلكم وخلصوا عشان كل من يشوف مصلحته. واحنا كمان عايزين نخلص. اختشي يا ولد، انا بقول على العرسان. ماني كمان هبقى عريس زيهم. انت؟ ايوه، حتى بالاماره انت اللي هتبقي جماعه.
لسه مصممه برضو على حكايه العياده دي يا دكتوره؟ طبعا انا مشترطه الحكايه دي عليك من صغرنا. ايه وانا هشتغل فيها تمارك. اوعي يا ست الدكتور، احسن اللي هيدخل العياده دي مش هيخرج سليم. ازاي بقى وانا مذاكر مع الدكتوره سنه حتى بالاماره انت عندك ابنديكس. ايه يعني ايه؟ ابنديكس يا جهله يعني الغليظ. دي اول القصيده ست صبريه. دلوقتي البلدين مش ناقصهم حاجه ولا ايه يا عبد العليم؟ عندكم ابور الطحين وعندنا البقال، واحنا عندنا الحلاق وانتوا عندكم الدكتوره. ايه الهيصه دي يا ولاد؟ هو جدك يا حاج علوان. عم ذاك بتاع الماني فاتوره ماله؟ حط ايده على قلبه وبيتلوى. هاتوا له شويه ميه اوام يا ولاد. راجل روحه هتطلع. قولوا على البيت اوام. حد يركن العربيه دي جنب الحيط يا ولاد، وانتوا اتفضلوا كل ما وروح لحاله. يا صابر يا صابر مالك يا شيخ علاء؟ انا عاوز صابر. حصل لك حاجه؟ حد انت عارف حاجه؟ انا عاوز صابر. انا عاوز صابر. الصابر جاي لك اهو. ايه في ايه يا شنواني؟ كله طلع عليه يقول صابر صابر. مالك يا شيخ عراقي في ايه؟ الوطويت بتجري ورايا. طيب تعال معايا، تعال ما تخافش امال، بس تعال معايا. الوطويت جاي في الضلمه وانا بخاف. خد بالك من طيب الوطويت. تعال معايا. خد بالك دول ما نتجاوبوش الواحد. طب معلش معلش تعال. عاوز اسحب العليم للراجل يموت هنا وما احناش عارفين له انا بقول نكشحه من هنا احسن قبل ما يموت ويعمل لنا مشكل. وديسيك يا ابني، انت راجل كبير وعلى باب الله والدنيا قربت تمسي. حد يروح يندى للأسطى محمود يا ولاد يجي يشوف يمكن يديله برشامه ولا حاجه. والأسطى محمود جاي يا حاج. ما الدكتوره صبيه بنت الشيخ ابو صابر موجوده كده. طب حد يروح يندى له. واحنا عندنا حريم تتكشف على رجاله يابا. يا ابني دي مش حريم، دي دكتوره يمكن تسعف الراجل باي حاجه. يلا يا ولاد روحوا ندور للدكتوره. يا مان اجي. حاجه تعبان قوي. فاطمه وبيقول ايه يابا؟ والله ما انا عارف يا ابني. فتنة ايه يا خواجة زكي؟ فتنه فتوا على ايه يا خواجة زكي؟ انت ليك بنت اسمها فتنة. خواجة زكي انت عاوز تشوف بنتك. وبعدين يابا الراجل روحه هتطلع. استنى يا ابني ما نشوفه عاوز ايه. خواجة زكي عم زكي انت عاوز بنتك وعارف مطرحها؟ محطة السكة الحديد. هي كانت جاية لك في قطر كام؟ قطر الساعة 6. هو بيوصل الساعه 6:10 يابا. يبقى لازم حد يروح يقابلها يا عبد العليم، ما حدش يعرفها يابا. هي دي بنتك؟ وبعدين لازم حد يروح المحطة يجيب له بنته. خلاص اول ما يرجع شلبي مع الدكتوره نبعته. مش اصول يا ابني، دي بنت غريبة ولازم حد يكون بيفهم يروح يقابلها. امال مين اللي هيروح؟ انت. اني انا شايف ان الاصول انك انت تروح تقابلها وتجيبها. بس يابا الناس تقول ايه؟ بنكرم ضيوفنا يا اخي ودي عيب.
خلاص يابا. امر. العزة هتاكل فراخ. الفراخ. العزة. العزة. تتخضيش يا هانم، حاجة بسيطة مش كده ولا ايه يا دكتور؟ هو ما عندوش حاجة خالص. امال ايه اللي حصل له في السوق؟ يجوز من الاجهاد، وطبعا السن له حكمه. انا هبعت له شوية حاجات مقوية وهبقى افوت عليه بكرة الصبح. ده احنا مش من هنا ولازم انقله معايا. يستحسن ما يتنقلش من هنا الليلة دي. بس انا ما خليش العربية تمشي عشان اخده معايا. حد يمشي في ساعة زي دي؟ وده معقول يا استهانم؟ ليه؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ الراجل عيان وما يصحش ننقله، وانت لازم تباتي عشان تكوني جنبه. مش كده الاصول ولا ايه يا دكتور؟ انت ذوقك هايل. ايه الجمال ده كله؟ ما تبالغيش قوي كده. لا في الحقيقه انا ما كنتش متصوره ابدا ان انا الاقي في الارياف اوض بالشياكه دي. الله، حلوه قوي قوي الزهور دي. بتجيبيها منين؟ من جنينة صابر. مين صابر؟ خطيبي مهندس زراعي من العزبه اللي قصاد. عشان كده الزهور جميله، هدية الحبيب لحبيبه. يا ترى خطيبك ده موظف؟ لا، هو رفض الوظيفة وبيشتغل في أرض عيلته وبيساعدنا في أرضنا كمان. برافو. ولو إنه عنده حق يرفض الوظيفة. ليه يعني؟ عشان يبقى قريب من القمر بتاعه. الله، انت غاوية شعر؟ انت باين عليكي خيالية قوي. اصل خلصت ثانوي وقعدت في البيت. الله، انما انت عندك فساتين شيك قوي. ذوقك حلو وخياطتك مدهشة. متشكرة. على ايه؟ عشان انا الخياطة بتاعتي. كل الهدوم بفصلها بنفسي. هايلة هايلة هايلة. ايه الجوابات دي كلها؟ دي جوابات من صابر. ومكسوفة قوي كده ليه؟ اصلا كان بيبعت لي جوابات كل ما يسافر ومحدش يعرف عنها حاجة ابدا. طب وفيها ايه؟ مش خطيبك؟ ولو عندنا عيب قوي ان واحد يبعت جوابات لوحده حتى لو كان خطيبها. الخطوبة مش كفاية. مش معقول. تقاليدنا كده. بس اياك يجي على قدك. اي حاجة تقضي الليلة. اعمل ايه؟ ما كانش على بالي اني حبات، والا كنت عملت حسابي وجبت معايا هدوم في الشنطة اللي جايباها الباب. حصل خير. ايه رأيك؟
في منتهى الجمال عشان تعرفي ان ذوقنا واحد. امال الضيفه فين؟ صباح الخير. صباح الخير يا سي عبد العليم. الوالد عاوز يشوف حضرتك. والد حضرتك؟ لا، والد حضرتك. بابا ميرسي قوي يا فاطمه. انا مش عارفه ازاي اشكرك. هو انا عملت ايه؟ يا خبر اكتر من كده. عن اذنك يا حبيبتي. مع السلامه. نمت كويس الليله؟ يعني في الحقيقه كنت قلقانه قوي على بابا. ما تقلقيش ولا حاجه، هو كويس. من زمان الدكاتره بيقولوا لازم تستريح مده بعيده عن الدوشه، لكن هو عندي ما بيسمعش الكلام. طب ما تخليكم معانا يومين لحد ما يخف. اخبار الخواجه زكي ايه يا اولاد؟ صباح الخير يا رب. صباح الخير يا عبد العليم. شفت الخواجه زكي؟ ايوه، وطلب يشوف بنته. صباح الخير يا عم الحاج. استغفر الله يا بنتي، استغفر الله. ما تشد حيلك امال يا خواجه زكي. شدة بالله يا حاج. ازيك النهارده يا بابا؟ تعبان يا بنت قوي تعبان. خلاص بقى البركة فيك انتي. ما تقولش كده يا بابا، سلامتك الف سلام. ما لو كنت بتسمع كلام الدكاترة ما كانش ده حصل. ما تسمع كلام يا خواجه زكي وتريح لك كام يوم. امركم حاضر. انا هشوف لك اوضه في اللوكاندا هنا تستريح لك فيها جمعتين. هو احنا عندنا لوكندات يا بنتي؟ انا بقول يعني يابا نفضلهم المخزن اللي في طرف البلد يقعدوا لهم فيه قد اسبوعين ولا حاجه. ايوه يا ابني، بس هو ده مكان يتسكن؟ ننضفه يابا. مسافة ساعة واحدة مش عايز اشوف اشياء في المخزن ده فوق وتحت. طب يا رجاله، انا كنت احب اني ما اعملش اي تصرف من غير وجود عبد العليم، لكن ما دام ظروفه مش قادره تسمح له بمقابلتنا نبقى نتفق على الحاجه اللي لازم تتعمل وبعدين نديله بيها خبر. لسه هنديله خبر؟ ما ننفذ احنا ونخلص. واجب برضه ناخد رايهم. ولو حتى نروح للحاج علوان. الحاج علوان اليومين دول صحته مش مساعداه ومفيش داعي نزعجه. يعني هنفضل ساكتين كده؟ ده الكوبري ده هو الطريق الوحيد اللي بيوصل بين البلدين، ولو انكسر هتتلف زراعتنا وتتعطل مصالحنا وهيعزلنا عن بعض. ده احنا محتاجين له خالص. من زمان في اتفاق بينا، مش بس النهارده ولا امبارح، ده من ايام اجدادنا واجداد اجدادنا ان ما حدش يقرب ناحيه الكوبري ده الا بعد موافقه الطرفين. وانا من رايي نتفق على اللي هنتفق عليه، وانا مستعد اروح له بنفسي لحد البيت واخد رايه. البلد منوره بوجودك يا سي عبد العليم. ليه ما تحاوليش تاخدي الوالد كده وتشمميه شويه هوا في الغيط؟ هو قادر يتحرك، ده عاوز له سنه على الاقل لغايه ما يرجع لحالته الطبيعيه. طب ما يستريح سنه. يا خبر، ولقمه العيش يا سي عبد العليم. وفي حد بيموت من الجوع يا ست هانم؟ البني ادم اللي بياكل لقمته من رزق يومه لو قعد يوم واحد من غير شقه يموت من الجوع. يا سلام، للدرجه دي؟ اصلك انت معذور، ما جربتش، لكن بابا مسكين مقضي عمره كله
داير بعربيته من السوق ده للسوق ده ومن البلد دي للبلد دي، وكل عشان ايه؟ عشان يضمن لي انا بنته الوحيدة الستر وعدم الفضيحة. اقول له استريح انت يا بابا واشوف لي انا اي شغلة يحلف بحياتي انه ما يقعد في الدنيا يوم واحد لو انا تعبت نفسي دقيقة واحدة. يا سلام، ربنا يشفيك يا عم زكي، ربنا يشفيك. بتعمل ايه يا عم زكي؟ ماشيين يا ابني. ماشيين ازاي؟ مش ما تخف؟ الحمد لله. انا وقفت على رجلي والله لا يمكن. ده انت تعبان خالص. كلامي دي يا ست فوت، ازاي تسيبيه يتحرك وهو في الحالة الصعبة دي؟ حاولت امنعه مفيش فايدة، هو كده هندي. انت عارفه البير وغطاها يا فتنة يا بنتي. خلاص اعمل زي ما انت عاوز، بس يوم ما تقع تاني انا هموت نفسي. انا مش عارف انت بتعمل كده ليه، بس اذا كان على الفلوس انا رقبتي سدادة. انا راجل اتعودت اكسب لقمتي بعرق جبيني، اجي على الاخر واشحت. استغفر الله العظيم. انا قصدي يعني ان حالتك ما تسمحش باللف من سوق لسوق. ايه رأيك ما تفتح محل وتقعد فيه على الاقل تستريح؟ كان حصل من زمان يا ابني، لكن فين المكان اللي يقبلني؟ هو لو كان لقى حته كويسه في بلدكم دي كان فضل داير بعربيته وحماره. اسكتي يا فاطمه اسكتي. بلد جميله وناس مبسوطين ورجاله كلهم شهامه، والله ده كان يخدمهم بقلب. طب وايه المانع؟ في ايه؟ في انه يحط البضاعه هنا في المخزن والزبائن تجيله لحد عنده، ولما يخلصوا حتتين البضاعه اللي حيلتي نجيب لك غيرها. لا نسافر سوا ونشتري بنفسنا الحاجه. انا وانتي اللي تشوف. انا موافق، ومن بكره المخزن ده هيبقى اكبر محل في النواحي دي. انت مش عارف اودي جمايلك دي فين كلها. وما راح لهمش في الميعاد؟ هو ميعاد واحد، ده اعتذر في المرة الأولانية وما راحش من غير ما يعتذر في المرة التانية، والمرة التالتة عمل نفسه مش عارف. أنا مش قادرة أفهم ليه أخويا عبد العليم بيعمل كده. لازم في حاجة شغلاه، حاجة أهم من تصليح الكوبري. مين عارف؟ بس ده عبد العليم طول عمره يدقق في المسائل دي. أحيانا بتقابل الإنسان حاجة في حياته بتخليه يضعف ويتحول عن الطريق اللي كان ماشي فيه. وأخويا من النوع ده. يعني مش عارفة. كلميني بصراحة. فاطمة، من ساعة الراجل ده ما حط رجله في المخزن هو وبنته، وعبد العليم بيجاري بالدنيا واللي فيها. يا شيخة انت بس اللي واخدة ببالك. أنا بالعكس. انت عارفة يا فاطمة ان موافقتي على الجواز من اخوكي كانت مجرد امر واقع وتقاليد ما رضيتش احطمها، وفي نفس الوقت محترمة العلاقة الكبيرة اللي بيننا. لكن يوم ما احس ان عبد العليم هيسيء لكرامتي مش ممكن هسمح له بكده ابدا. ايه ده كله يا عم زكي؟ مفيش فايدة يا عبد العليم، واخد على الشغل ما يقدرش يستريح ابدا. اعملي كوبايه شاي لسي عبد العليم يا بنتي. لا هيشرب الشاي فوق احسن. المحل هنا كله كراكيب. اتفضل.
ادي عقد ايجار 5 سنين ووصل ايجار سنة. عفارم عليكي، ده اول مصنع. بربط الكوبري انكسر. ما تصلح خلاص يا شيخ هرام. خايف ينكسر تاني. خد بالك يا ابراهيم، خدوا بالكم يا عيال، ده الكوبري بتاعنا كلنا، خدوا بالكم منه. في صحة احسن راجل في البلد دي كلها، في صحة احيا مزمزيل في الدنيا دي كلها. احلى من الدكتورة بكتير.
خايفه الناس يفرقوا بيننا يا عبد العليم. مش ممكن. يسلط ابوك يجي يطردنا من هنا. ابويا ملوش حاجه عندي. المخزن ده ملك، والارض اللي حواليه دي كلها بتاعتي. الارض اللي عليها المخزن ده تسوى كام؟ كام يعني؟ 500 600 جنيه. وانا اسوى عندك قد ايه؟ ملايين. خلاص انا لك والمخزن ليه. المخزن بس، الدنيا كلها. ابصر. العقد دايما من نسختين، انت دلوقتي خدت النسخة بتاعتك، امضيلي بقى النسخة بتاعتي. مش تقرا العقد الاول؟ هقراه على طريقتي. انزلي قوام شوفيهم بيقولوا ايه. واقفه كده ليه يا بنت يا بهاء؟ داني طالعه في اتفاق. ومين في المنظره؟ عم الشيخ مبارك. السلام عليكم. اهلا عبد العليم. صحيح الكلام اللي سمعه الشيخ مبارك ده يا عبد العليم؟ كلام ايه يابا؟ ان الخواجه زكي قلب المخزن قمار ومسخره، وشبان البلد كل ليله سهرانين هناك لوش الفجر. بيروحوا هناك يشربوا شاي ويضحكوا شويه ويسلوا نفسهم. عاملها قهوه يعني. والبت المتفرجه اللي وياه مغويه العيال وبلفاهم، ودي حاجه ما ترضيش ربنا ابدا. هو الخواجه زكي عندنا ولا عندكم يا شيخ مبارك؟ واحنا ايه وانتوا ايه يا ابني؟ مش واحد؟ لا 2، وكل منه حر في البر بتاعه. كلام ايه اللي بتقوله ده يا عبد العليم يا ابني؟ هو ده الكلام المفيد. بس يا عبد العليم اسكت. ما اسكتش يابا. والشيخ مبارك هيتحكم في بلادنا وبلادهم كمان. اخلص بقى. لسه واقفه يا بنتي؟ امشي جاري. رجعلي قابلين انت والسكادر بتاعك. زين واخط بالوضع واضرب الرمل زن بيان. اشوف لك البخت يا صبيه. بالودع ولا بالكوتشين؟ افتح الكوتشينه واضرب الرمل واشوف الودع. طب خش. اعطيني سجارتين. درجكم مفتوح بكفله من العين. لا يا شيخ. يبقى فوت عليا عاوزاك في حاجه. عيوني. ودي علبه سجاير بحلاوه. مش هتشوفي بختك يا صبيه؟ مش وقت تفوتي عليا يوم تاني. اهلا اهلا يا عم الحاج، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. فين الخواجه زكي؟ اهلا يا حاج.
يا مرحبا يا حاج، يا مرحبا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه اللي انت عامله ده يا خالد زكي؟ انا دول حتتين بضاعه يا حاج ناكل بيهم عيش. انت كنت جاي البلد عيان ولا جاي عشان تفتح محل تجاري؟ لا يا حاج لا، لا ده احنا طمعانين في كرامكم يا حاج. طيب لموا حاجتكم فضوا مخزن كلها يومين ونشاور فيه القط. نفضل مخزن ازاي بس يا حاج؟ ده احنا مأجرينه 5 سنين. ايه؟ مأجرينه؟ ازاي؟ مين اللي أجره لكم؟ وادي يا هريدي، وادي يا متولي، خش ارمي العفش ده بره. عندك انت هو. بقى ده اسمه كلام يابا. ما تحشرش يا واد انت. خش يا انت هو. ارجع يا ولد. مش تديهم فرصه كام يوم يابا على ما يشيلوا عفشهم؟ عندهم لبكره الصبح. خليهم جمعه على الاقل يوزعوا حتتين البضاعه اللي عندهم، واني عليا افضلك المخزن بنفسي. بس روق انت يابا. ماشي يا واد انت هو. امشي من هنا. اتفضل انت يابا وانا هتفاهم معاهم. فاهم زي ما انت عاوز، والا هضطر اطردهم من البلد واطردك انت كمان معاهم، فاهم؟ وانا ليا كلام تاني معاك. هو الحلو زعلان ليه؟ ولا يهمك؟ معاك عبد العليم ومعاك عقد ملكيه بالمخزن، ولا نسيت؟ تاني باصل. غلط يا عبد العليم، غلط. ما شاء الله، والله كبرت يا ست فاطمه وبقيت بتعلي صوتك على اخوك الكبير. اخويا الكبير كان بيخاف على اسمه وسمعته، لكن اللي حصل دلوقتي ما ينفعش حد ابدا. طب اتلم بقى وخليك في حالك. يا عبد العليم خطيبتك مش عاجبها الحال وانا خايفه من غضبها عليك. لا يا شيخ، خايفه من غضبها عليا ولا من غضب صابر عليك؟ صابر خطيبي وصبريه خطيبتك، ومستقبلنا كلنا دلوقتي بين ايديك. أي مستقبل؟ المستقبل اللي عاوز يشفطه صابر يا شيخ. كفايه بقى، الواحد كاتب في نفسه وساكت. انا مش فاهمه حاجه ابدا. صابر خطيبك لما من الناس حواليه وعامل كوماند عليهم، عرف ازاي يطويهم تحت باطه ويبقى فرخه بكشك في وسطهم. لكن انا كمان، انا ليا مركزي، مش ممكن اسيبه يسرق حب الناس واحترامهم. حب الناس واحترامهم مش بالساهل يا عبد العليم. انت جيت يابا؟ ايوه جيت. وعارف انا جيت منين؟ من بيت الشيخ مبارك. دكتورة صبرية بتسلم عليك وبعتها لك الامانة دي. الدبلة والشبكة. مش معقول ليه؟ اذا كان ده ما قدرش يحافظ على كرامته في وسط الناس. والله العظيم ضفار رقبتك. يابا ابعد عني، ابعد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ابويا كويس؟ الحمد لله. انا انشغلت عليه. لا اطمن. انت السبب. بعتيلي معاه الدبله والشبكه ليه؟ كان واجب تستني لما نتقابل ونتفاهم. ده موضوع انتهى خلاص. كنت عايزك تتقابل شويه. مش كل حاجه انت عايزها لازم تتنقل. اهو دي المشكله اللي بيني وبينك. طريقتك في الكلام معايا، معاملتك ليا زي ما اكون عيل صغير. علشان ايه يعني؟ منك انت متعلمه وانا هو ده المشكل؟ هو ده اللي منغص عليا حياتي. انا طول عمري بحترمك يا عبد العليم. امال اتصرفت كده ليه؟ عشان انت ما حافظتش على احترامي ليك.
سعيد يا عم زكي. اهلا يا سي عبد العليم. امال فين فوت؟ فوق. الخير حلو. مساء الخير. ايه الحكايه؟ هو الجو ماله كده مش جو الليله دي ليه؟ عاوزنا نسيب البلد ونمشي. خير يا عم زكي، اديك شايف الحالة يا سي عبد العليم. انت عارف البير وغطاه، وعلى رأي المثل العين بصيرة واليد قصيرة. ما تحملش هم حاجه ابدا. انت ليك عندي قد ايه؟ يا سي عبد العليم احنا في بيننا وبين بعض تكليف. لا ابدا. واحد يا عم زكي. هو انت مش مضايقني في سهرة ليلة امبارح؟ ده 500 جنيه. بكره زي دلوقتي يكونوا عندك. 600 جنيه يا سي عبد العليم. ليه يا عم زكي؟ وانا باخد حاجة في جيبي؟ انا باخد الفلوس من البنك ودي فلوس البنك، بياخد مني 7.5% فوائد. اعمل ايه؟ 500 جنيه و7.5% يبقوا قد ايه يا سي عبد العليم؟ البنك بياخد 7.5%، كويس؟ والراجل اللي بيضمني في البنك الاخر بياخد 7.5%. وبعدين بعد كده الباقي بيروح مصاريف ودمغات. يعني 600 جنيه. خلاص بكره يكونوا عندك يا عم، ولا يكون عندك فكر، علشان القمر ما يزعلش ابدا. ما هو اللي مزعلني انك هتبيع ال5 فدادين اللي جنب المخزن. لو هبيع الفدان بكام؟ ب400 جنيه. مع ان تعرف لو كنت قلت لي كنت جبت لك اللي يدفع 450 جنيه. خلاص ايدي على كتفك. وهديتي انا في البيعة دي ايه بقى؟ يا سمسرة في القانون قد ايه يا عم زكي؟ 10%. خلاص هديتك انت ال10%. استبينا؟ العقد جاهز والفلوس جاهزة. ومين المشتري؟ لما تمضي وتقبض هتعرف مين اللي هيشتري. عارف ايه اللي محببني فيك؟ قول على طول. شهامتك. اول ما عرفت ان انا في ازمه ما خلصكش ابدا انها ما تتفكش. انا ماليش بركه الا نفسي اسافر معاك يومين. تجيش نزوغ من بابا ونتفسح لنا يومين، ها؟ انا تحت امرك. احنا اتفضل يا سيدي، ادي العقد وادي القلم. 5 فدادين، الفدان ب450 جنيه، يبقى المبلغ 2250 جنيه. الثمن على العقد. وادي الامضة. ايه؟ عرفت بقى مين المشتري؟ انا لما عرفت انك هتبيع ارضك ما خلصنيش، خليته باع صيغتي كلها وتحوشت العمر عشان اشتريها، ولا حدش يعرف ابدا انك بعت ال5 فدادين. يعني بيع وشراء منه فيه. ما يهونش عليا ابدا ان حد يعرف انك بعت ارضك. وادي يا سيدي الثمن 2250 جنيه. نشيل منهم 250 10% عشان الفسح يفضل 2000. نشيل 600 بتوع البنك يفضل 1400 جنيه. حلال عليك. أنا خسران لغاية دلوقتي 3 ختام، كل ختم ب5 جنيه. أنا عشان فتنا أخسر الجاموسة والحمار والبردع. شلبي أبو محروس، حجز تحفظي على الجاموسة والحمار وملحقاته وممتلكاته سدادا لدين المعلم زكي موسى المحول لابن أخيه موسى إبراهيم زكي موسى. حجز تحفظي على الجاموس والحمار والمحصول اللي في الأرض سدادا لدين المعلم زكي موسى لابنة شقيقته السيدة بهجة إبراهيم زكي موسى المغوري أبو درويش
وقع عليك الحجز التحفظي على ناتج القطب، ويقدر ب10 قناطير سدادا لدين المعلم زكي موسى. المعلم زكي حبد علينا. عشان ايه؟ سدادا لدين مقداره 50 جنيه. 50 جنيه؟ دول كلهم 15 جنيه بس. اللي انت باصم عليه سند ب50 جنيه. مش ممكن، انت حرامي، ده اسراف. انت شاهد يا شاويش، شاهد يا باش محضر. بقى انا افك دقيقتهم واروح ادور لهم على الفلوس عند اصحابها، وفي الاخر يتقال عليا نصر. مش عايز تضيع وقت. 5 فدادين اللي جنب المخزن ملكنا، صبوا فيها خيامكم. وان حد سأل قولوا هنبني فيها مصنع للحكومة، على ما يطلع النهار تكون كل حاجة خلصت. والحد اتعرض لنا من المجرمين. ما تشدوش مع حد، قولوا لهم دي اوامر الحكومة. وان سألوا الحكومة؟ أنا حكومة بره ولا حكومة جوه؟ ما تخافوش، انا عندي حماية. شايف المصيبة اللي نزلت علينا؟ الحكومة استولت على ال5 فدادين وقال ايه هتعملهم مصنع. شوف ملمومين كده ليه يا جماعة؟ اللي انتوا عاملينه ده اوامر الحكومة. حكومة بقى امال ارضنا، مش تدفع لنا ايجار الارض. ايوه تدفع لنا ايجار الارض. ابقوا روحوا اشتكوا، والله ما ينفع عبد العليم الا لما نطبق عليهم الخيم ونخلص. انجر يا راجل عشان يحطك في حديد. رايك ايه بقى يا عبد العليم؟ ادام الحكومة خدتها هنعمل ايه يعني؟ نقف نحارب الحكومة؟ ونزرع فين؟ ونأكل عيالنا منين؟ وانا هعمل لكم ايه؟ كل منه يشوف حاله. بقى عبد العليم يقول كده؟ ما دام صاحب الارض موافق على كده، الحكومه تعمل لكم ايه؟ بس دول بيقولوا ان الحكومه هي اللي بعتها. ما افتكرش. هي الحكومه فاضيالكم؟ بيهمها انكم تنطردوا من الارض. الحكومه مش عايزه اصحاب الارض يقعدوا فيها. افهموا الحقيقه دي. يبقى مفيش حل واحد. ايه هو؟ نلم نفسنا ونهجم عليهم ونسيح دمهم. في الحاله دي بس الحكومه هتتدخل وتعتبركم مجرمين عشان تخلص منكم. وايه العمل؟ لازم نفكر بمنتهى الهدوء في طريقه تبعد عننا الخطر اللي عمال يزيد يوم عن يوم. اهلا. عرفت السكة لوحدك ولا حد دلك عليه؟ اللي يسأل ما يتوهش. اعملي شايف ملوش لزوم. انا عايزك في كلمتين يا عبد العليم. وتعب خاطرك وجاي لحد هنا عشان تقول لي كلمتين وانا ماليش دار يا صابر. خلي الكلام للنهار، النهار له عينين. وخش العب لك طابق، فتنا وطاب الترابيزه. وسع يا عم زكي. انا ما بلعبش قمار يا عبد العليم. طابق واحد بس برهان كبير قوي. ان كسبته هجوزك فاطمه، وان خسرته تروح عليك فاطمه زي ما طارت مني الدكتوره. لو قال الكلام ده حد غيرك يا عبد العليم ما كانش فضل دقيقه واحده على وش الدنيا. ده بيهزر معاك يا باشمهندس. اخرس انت. ايه بقى الحق عليا اللي مش طايق اشوف الاخوات واقعين مع بعض بالشكل ده. جرى ايه يا باشمهندس؟ جرى كتير قوي. انتوا من الصبح تشيلوا حاجاتكم وترحلوا من البلد. وانت دخلك ايه في المساله دي يا صابر؟ دي بلدي زي ما هي بلدك يا عبد العليم. هو انت ليك حاجه في البلد دي؟ اما لما تتجوز اخت سي عبد العليم هتعمل ايه؟ هتشنق اهالي نواحيدي كلها؟ اللي يستاهل الشنق هو انت بس يا زكي. خليك في حالك يا صابر، مالكش دعوه بالبر بتاعنا احسن ما يحصلش. طيب انت فايتك حاجات كتير يا باشمهندس. المخزن ده ملكنا بعقد بيع رسمي،
والارض اللي جنبه 5 فدادين فدان ينطح فدان ملكنا بعقد بيع رسمي، والارض اللي جنبها 28 فدان دي بقت ملك اخواتي وقرايبي بعقد بيع رسمي. بديون مزعومه وكمبيالات مغشوشه، مش كده؟ صبر. كلمه واحده هقولها لك تحطها حلقه في ودنك، ما تتدخلش في شؤون غيرك ونكلم بلدك. ان خطيت نواحيدي برجليك هيكون اخر يوم من عمرك. على السلامة يا باشمهندس. اللي يتحكم في البر بتاعه بس. البلد دي لها رجالة يحكموها. ولا مش مالين عينك؟ اتفضل. انا صحيح اتفضل، لكن الحساب لسه. بعد ما تقولي مفيش حد من البر التاني يطحن هنا. كلام ايه ده يا عبد العليم؟ انا صابر بتاعكم. هو حد من عندكم هوا من حاجه ابدا. انت اتجننت ولا ايه يا عبد العليم؟ هدي نفسك يا عبد العليم. وانت كمان من البر التاني. قول من وشي، اوعى توريني وشك هنا ابدا. مالك يا شيخ؟ خلاص ايه؟ العرس عرضت الرباط، الكوبري هيقع، الكوبري هيقع. والله انا فارغ. موتوا انت على الكوبري، موتوها، موتوها، عندي لك شغلة تكسب فيها فلوس كتير. الفلوس ما تكفيني. طلباتك انت اما جريء جايب نار تنفذ بالحرف. خطر رقبتي وان خنتني اشرطي. العربون مستعجل قوي. اوعدك عملها عبد العليم. والله صابر ضفر برقبة عبد العليم وبلده كلها. والله ما نفع فيها لما نقوم عليه كلنا قومه واحده نقطعنا من لحم الكلاب. والله سي صابر ما يستاهل ده كله. يعني احنا مش قادرين نهجم على بلدهم ونقلب عليها قطيع؟ ادعوا له يا ناس من بقكم لباب السماء. يا رب ابويا مات وما فيش حد بيحبني غير الصابر. نجي يا رب عشان خاطري يا رب.
قادر ادخل يا فاطمة. خش يا بنتي شوف الحكاية. يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. الراجل ذنبه ايه؟ ابنه اللي عايز حشه. صابر رد عليا. دم كتير نزف مني. بابا انا هطلب واحد يجي لي المستشفى البندر يجيب لي معاه بلازما. لا بندر لا. ضروري يا بابا، وايه المانع؟ الحكايه دي هتكون وراها تحقيق. ده المفروض. البلد كلها بتتكلم عن عبد العليم. هو ده اللي هيبان في التحقيق. عبد العليم ابننا، ودي حاجه بينا وبين بعضنا، وربنا موجود. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. ربنا ستره. مبروك يا فاطمة. مبروك على ايه؟ الظروف بتخدمنا في كل خطوة. حصل ايه؟ الباقي في حياتي. في مين؟ الحاج علوان. بتقول ايه؟ اللي حصل. صابر. ماله صابر؟ اخباره ايه؟ معرفش. لكن الحاج علوان خلاص هنملك البلد باللي فيها. ازاي؟ هو مين اللي هيكون له الكلمة بعد الحاج علوان؟ عبد العليم. يبقى مات الحاج علوان يحيى عبد العليم.
بنت ابويا ما ضربته. صدقيني يا فاطمه. حتى لو ما كنتش انت اللي عملتها، لكن انت السبب في كل اللي حصل. ما ضربت الصابر لكن قتلت ابوك يا عبد العليم. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اللي قعدت الناس دول في البلد، ساعدتهم على انهم يبدروا سمومهم في الارض اللي قوتهم واكرمتهم. انت مصدقه الكلام ده برضه يا فاطمه؟ انا شايفه بعناية وسامعه بوداني، وارجع واقول الامر بايدك انت يا عبد العليم. اللي حصل حصل، وانت دلوقتي كبير البلد. ابعد الناس دول عننا، اطردهم قبل ما يقضوا علينا. انت بتتكلمي زي ما اكون انا. هي كلمه واحده، يا تبعد الناس دول من هنا يا اما هاخد بعضي وهجر من البيت ولا تعرف لي طريق بعد كده. ايوه عشان تهربي من اعتصام، مش كده؟ انا حره، مالكش دعوه بيا. برقبتك والله العظيم. كل ده عشان تروح عند الناس الواطيين اللي تسببوا في موت ابويا. اخرس ما تقولش كده. قليلة الادب. يا اخي ده الراجل الكبير ما رضيش يبعت يجيب دم الابن من خوفه عليك. كان مستعد يضحي بحياته ولا تجيش الحكومه وتحقق معاك وتوديك في داهيه. والله وبقيت محاميه عاليه يا ست فاطمه، لكن قسما بالله العظيم لو خطيتي خطوه واحده بره البيت ده لا اقطع رقبتك. انت عارفه انا بقيت ايه دلوقتي، ويا ويله اللي هيتعرض لي بعد كده. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا ابراهيم. ها اخبار النتيجه ايه؟ انا جاي اوري لك النمر. تعال وريني كده. عفارم عليك. هديتك جاهزه وهتوصل لك لغايه البيت. انا خدت هديتي خلاص، طلبت من ربنا انه يشفيك وربنا استجاب لدعائي. متشكر يا ابراهيم. على فكره يا دكتور. ايوه يا ابراهيم. الحكايه هانت، كلها 7 سنين واتخرج. ما انا قلت لك هستناك يا ابراهيم. لا ما تستنينيش، اتجوز انت. الله، انت لقيت عروسه غيري ولا ايه؟ اخصى عليك يا ابراهيم. هستنى بنت الباشمهندس. نفسي يا صابر تتجوز وتجيب ولد نبيه كده زي ابراهيم. وهيطلع نبيه لمين؟ لفاطمه طبعا. والله انا خايف لا يطلع مجنون لخاله عبد العليم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فاطمة. ازيك دلوقتي؟ ما تخافيش يا فاطمة، عمر الشقي باقي. محدش هيقدر يفرق بينا ولا حتى الرصاص. مين اللي عملها يا صابر؟ ما اعرفش. عبد العليم. عبد العليم اخويا، ما يهونش عليه يقتلني. فيه ناس ياما انطردوا من كفر حاج علوان وجايين بيحزنهم وعيالهم. تعالى معايا يا حضرتك. يرضيك اللي حصل يا سي صابر؟ نهبونا وضربونا. ضربونا من بيوتنا والحكومه بتساعدهم، وسعد العليم ودن من طين ودن من عجين.
ولا تزعلوا، خير ربنا كتير. اتفضلوا، ارضنا وبيوتنا تحت امركم. أنا ساند الكوبري، ما تخافوش، ما تخافوش، أنا ساند الكوبري كويس، ما تخافوش، ما تخافوش. أنا كنت رايحة لك الليلة دي. والله ماني مصدق. خلاص هاني. امتى؟ لما تنفذ لي آخر طلب. لسه عاوزة طلبات تانية. أنت زهقت أوان. من الخوف. وإيه اللي مخوفك؟ لا تنكشف الأحوال. اطمن. بيدوروا على اللي طخ صابر. الظن كله في عبد العليم. وبعدها؟ المرة دي بقى هكون ملكتك. أعطيني العربون. تحت أمرك.
هيا يا بنت. يلا بينا يا رجالة، وبكرة يحلها 1000 حلال. يا صابر، كنت راجل اطلع لي برجالتك. اطلعوا يا رجال صابر، كنتوا رجاله بصحيح اطلعوا. عبد العليم ابن الحاج علوان الهف بروخه. اذا ما طلعتش يا صابر انت ورجالتك انا هاجي لك لحد عندك. والله ما هجيلها البر. كده يا صابر عرفت انك كمان ارجع يا ابني. صابر، انت مش سامع الكلام اللي بيقولوه يابا؟ انت طايش مجنون. عايز اهل البلد يقولوا عليا جبان؟ ده مش جبن يا ابني، دي شجاعه انك ما توقفش قدام واحد مجنون. طب اشوفه عاوز ايه؟ مش هيرجع مش هيرجع يا عالم يا هو يا ناس حكموا العقل بدل ما تحكموا الشيطان. الدم ما يبقاش ميه. هو جرى ايه في الدنيا؟ ما طول عمرنا حبايب ونسايب. اضرب فينا احنا يا عبد العليم ان كان يخلصك. والله اضرب فينا احنا اذا كان نفسك صهدام. اضرب يا عبد العليم، اضرب. عيب عليكم يا رجاله ترفعوا السلاح في وش بعض. عيب عليكم والله، ده انتوا اخوات طول عمركم. حرقت الدوار ولا لا يا صابر؟ انا ما عملتش حاجات زي دي. انت اللي ضربتني بالرصاص يا عبد العليم. انا لسه ما ضربتكش، لكن لما اضرب عيار ما يخيبش. يا سبحان الله، صابر ما حرقش الدوار وعبد العليم ما ضربش بالعيار. امال هتقتلوا ببعض ليه يا ناس؟ والله كلام معقول. ده الكلام الصحيح يا شيخ مبارك. اعملوا مجلس رجاله وسووا المشكله. صابر وعبد العليم اخوات، واحنا كلنا اهل، وصابر ابني انتوا عارفينه كويس. حد يصدق انه يعمل حريقه او يصلب حد يعملها؟ امال مين اللي عملها؟ انت ضربت صابر بالرصاص؟ ما حصلش. يبقى اللي حرق المخزن واللي ضخ صابر له مصلحه انه يوقع بينا. يا رجاله البلد، انتوا ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ جايين ناخد حقنا. هاني حق ده. الباش مهندس بيتعرف مني بعد ما ضحك عليا وقال لي انه هيتجوز. انا بيني وبينك حاجه؟ كفايه بقى، احنا هنفضل مخبيين لحد امتى يا صابر؟ يا رجاله البلد اعرفوا الباشمهندس على حقيقته. انتوا كدابين كده اهو. طب اتفضل اقرا يا سي عبد العليم جواب من اللي كان بيبعتهم لي. حبيبتي، هذا هو خطاب الثالث منذ التقى قلبانا برباط الحب الذي لم أستطع مقاومته منذ أن التقت عينانا لأول مرة، وقد رأيتك أرق وأجمل مما كنت أتوقع. لم أكن أتصور أن قلبي
سيخفق فجأة فأقرر أن أسارع بالزواج منك. حبيبتي، أحبك، ولولا الناس ما انتظرت لحظة وهربت بك بعيدا وتزوجنا. كدابة كدابة، الجواب ده مش بخط ايدك يا باشمهندس. حمد يا معروف بلاش تنزلي دلوقتي، دي تبقى فضيحه لو عرفوا ان صابر كان بيكتب لك الجوابات دي قبل ما يخطبك. ما تتكلم يا باشمهندس. الجواب ده لمين؟ انت. شايفين يا رجاله؟ ادي الباشمهندس بتاعكم، ده احنا ضيوفكم، كلها يومين ونرحل. يصح يضحك على بنتي ويسيبها؟ ايه الحكاية يا صابر؟ والله انكشفت يا باشمهندس. في كلام تاني ينقال يا رجاله؟ ما تصدقوهاش، دي كدابه. الجواب ده مش ليها. امال لمين؟ انصفونا يا رجاله البلد، انتوا ناس كلكم شهامه، احنا راضيين حكمكم. يلا يا بنتي. بيبعت لها جوابات غرام بيقول انه عاوز يتجوزها. صدقته وافتكرت انه راجل له كلمه، ودلوقتي عاوز يطردها من البلد عشان يغطي الجريمه بتاعته. انت كذاب، سي صابر اشرف راجل في البلد، سي صابر ما بيروحش اللاتي عند الخواجه زيك يا شعب عليم، ما باعش المخزن والارض. بيضحكوا عليكم. الجوابات دي جواباتي انا، صابر كان بعتها لي، وهي سرقتهم من اوضتي يوم ما فتحنا لهم بيتنا واكرمناهم وكان جزتنا السرقه والخيانه. صابر كان يقدر يخرسها بكلمه واحده، لكن سكت عشان يحافظ على سمعتي. ده اشرف راجل في البلد. عارفين هم عملوا كده ليه؟ عشان صابر كان عايز ينظف البلد منهم. لازم يمشوا من البلد، لازم نطردهم. اسمعوا، احنا من بره الحاج علوان، لكن مستعدين نموت عشان الصابر. ان كنتوا عايزين تضربوا في رجاله الصابر اضربونا احنا الاول. عدوكم هناك في طرف البلد، اطردوهم ورجعوا الارض لاصحابها.
عيالهم جايين على هنا. خلصوا عليهم. لا تخافي. ايه اللي جابك دلوقتي؟ جيت نشوفك. تقوم تنط من الشبابيك؟ غلبة حمير يا ناس. طب ارجع مطرح ما جيت. اعطيني الحساب الاول. ما تبقاش عبيط. خلاص عجل. ما احنا متفقين. بس ما عاد فيها بس. الباش مهندس طخيته بالنار، وعبد العليم حرقنا له الدوار، وكل ما طلبتي وتنفذ. ايش بتريدي تاني؟ فاضل يموتوا هما الاتنين وعيش معاك طول العمر. كذابة، انت بتحبي عبد العليم. مش بقولك انك عبيط. عبد العليم ده لعبة في ايدي. يوم ما اوصل للي انا عاوزاه هرميه في الترعة واتجوزك. ما كده
معاهم سلاح يطلعوا قدام، يلفوا من الناحية التانية ويشغلوهم بضرب النار. اللي معاهم فوس وعصي ينتهزوا الفرصة ويهجموا من هنا مرة واحدة. المهم تستنوا عليهم لما يفرغوا كل الرصاص اللي عندهم وبعدين تهجموا عليهم. يلا يا رجالة شد حيلكم.
إبراهيم بخير. المعركة خلصت؟ المعركة مستمرة لكن قربت تنتهي. والأخبار إيه؟ اطمن، اديناهم الدرس اللازم. الحمد لله. كان لازم ابني لك بيت حلو تفتحي فيه العيادة، لكن افتحيها هناك في المخزن بعد ما تطردوهم وترجعوا كل حاجة مطرحها. دي الحاجة اللي هتخليني اموت وانا مستريح. مش هتموت يا عبد العليم، مش هتموت. ما تقوليش كده، لا يسحبوا منك الشهادة. صابر، بلاش تكتب جوابات لفاطمة، اكتبوا الكتاب أحسن.